وأنتم تسمعون حميد الطويل، لقب الطويل لا لطوله، وكان قصيرا لكنه كان طويل اليدين، قيل حميد الطويل لأجل هذا. هذا الذي يذكره كثير من أهل التراجم في تعليل هذا اللقب. بعضهم الأصمعي يقول لا، لم يكن بالطويل ولم تكن يداه بالطويلتين، لكن كان له جار معروف بحميد القصير فقيل حميد الطويل. لكن هنا قضية، حميد الطويل ربنا سبحانه يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينبز بعضكم بعضا بلقب يسوء المنبوذ. وهذا إجماع من أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يدعى المسلم باسم يسوءه، بلقب يسوء بصفة تسوء، هذا إجماع. فإذا كان الأمر كما سمعتم بصريح القرآن وبالإجماع المحكي عن أهل العلم، كيف يقال حميد الطويل؟ كيف يقال سليمان الأعمش سليمان بن مهران إمام الأئمة الأعمش، تعرف سليمان؟ من سليمان الأعمش؟ عرفته. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، تسمعوا الجمعة عن أبي، روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج اسمه عبد الرحمن، والله يقول لا تنابزوا بالألقاب. أرأيتم إنسان يسر تقول أجل العرج، جلس العرج، فين مشى العرج؟ فكيف يكثر هذا؟ هذا مما يستثنى من هذا النهي. لماذا؟ لأنه هذا المراد به التعريف،